السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا النهاردة معانا فيديو من غطيان البلاستيك. عندنا كلنا علب وفيها غطيان بلاستيك كتير. هنرميها؟ لا، احنا مش هنرميها. بحتة قماش خيامية صغيرة كده وغطيان معانا. هنعمل النهاردة فيديو جميل قوي علشان خاطر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. اول حاجه هعملها اني هجيب القماشه بتاعتي وهبتدي ان انا اظبطها كده. هي حته صغننه كده مش كبيره، بس هتعمل معانا الفكره بتاعتنا جميله جدا. هبتدي ان انا اغلف الغطيان بتاعتي بالطريقه ديت بالمسدس كده. هاخد كده اقص الاول وبعدين اروح ظابطه ايدي عشان اغلف الغطيان بتاعتي كويس جدا. الحتة اللي معايا دي غلفت التلات غطيان، يعني مش هتحتاجي حتة قد مثلا ربع متر او اقل يعني. هنعمل ان شاء الله مع بعض فكرة جميلة قوي 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 و... وبنعملها من حاجات بسيطة موجودة عندنا هنرميها. لا، احنا هنستغل كل حاجة ان شاء الله ونعمل بيها حاجات جميلة قوي. يا رب تعجبكم. بس كده انا كده بصي، انا اول حاجه بغلف من يمه. انا بس عشان خاطر في ناس حبايبنا مش بيعرفوا ان هم يعملوا الحاجات دي، لكن طبعا انتوا شطار وفي ناس كتير بتعرف فايه. ف ان شاء الله تبقى الدنيا سهله معاكم. اهم حاجه بس نظبط ايدينا واحنا بنعمل كده وبنغلف، علشان خاطر الشغل معانا يطلع مظبوط. كده بقى بعد ما غلفت كده الحته من تحت كده، وهوريها لك دلوقتي من اليمه التانية شكلها عامل ازاي. كده خلاص اخر حته معايا اهيت، انا خلاص خلصت اهوت. اوريكي دلوقتي. بصي هي شكلها هيبقى كده بالظبط، فانا هحاول على قد ما اقدر ان كل يمه هتبقى شبه التانية. جبت بقى من الجزء التاني اللون التاني، يعني الحتة اللي كانت معايا حتة فيها يمة أزرق كتير كده ويمة أحمر كتير. فأنا هحاول اليمة اللي بغلفها التانية تبقى فيها الأحمر كتير دي، واليمة الأولانية تبقى فيها الأزرق زي ما انت شايفة كده. قصيت كده حتة مدورة زي ما انت شايفة كده على قد الجزء اللي في النص، وحطيت شمع وابتديت ان انا الزقه كويس قوي علشان خاطر ما يفكش مني بعدين، لا يبقى ماسك نفسه كده. ولو في اي زيادة هقدر ان انا اشيلها كده بالمقص. هنعمل بقى ايه التلات غطيان زي ما انتوا شفتوا كده، يعني برضو الغطا التاني اهو هنعمل هما التلات غطيان بنفس الطريقة. هنلزق بس كده اول يمة زي ما انت شايفة كده. بصي القماشة كان فيها يمة ازرق كده في الجنب دي، انا عملت بيها الغطيان من يمة. واليمة التانية اللي فيها احمر دي زي ما انت برضو شايفة عملت بيها اليمة التانية. هعمل بقى التلات غطيان اقفلهم بنفس الطريقة. كده بقى جيت بعد ما غلفت بقى الغطيان زي ما انت شايفة من قدام ومن ورا. جبت معايا الشريط الجميل دوت بتاع شغل رمضان يا جماعة والله. ده مش غالي، والقماش برضو مش غالي بالنسبة لان انت لما تيجي تشتري فكرة زي دي من بره هتشتريها غالية جدا. يعني هتقدري ان انت تعمليها بنص التكلفة بس، او بأقل كمان من نص تكلفتها اللي انت هتشتريها بيها من بره. لا، هتعمليها كده بأقل حاجة ومش هتكلفك حاجة خالص. كده بقى مشيت داير ما يدور على الغطا بتاعي من قدام، وكمان هعمله من اليمة التانية. هجيب برضو الشريط وهروح لفة عليه من اليمتين. طب ليه من اليمتين مش من يمة واحدة؟ عشان الدلاية دي هقدر ان انا اعلقها من اليمة، من اليمة اللي فيها ازرق كتير او من اليمة اللي فيها احمر كتير. فلازم تبقى متقفلة من اليمتين مظبوط كويس جدا، عشان خاطر اما اجي اعلقها تبقى قدام زي ورا، يعني وشها زي ظهرها. كده خلاص انا خلصتها كده. بصي بقى شكلها جميل ازاي. هنشتغل برضو على الاتنين التانيين بنفس الطريقة كده بالظبط. برضو الغطيان الكبيرة هم 3 مقاسات، واحدة كبيرة شوية وواحدة اصغر منها حاجة بسيطة، وديت الصغيرة. كده غلفت من يمة وبرضو هبتدي اغلف برضو من اليمة التانية. طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. تقدري ان انتي تعملي حاجة ديكور جميل جدا لرمضان وتزوقي بيه بيتك كده ويبقى حاجة جميلة. كل سنة وانتوا طيبين ويتعاد عليكم ان شاء الله الايام كلها بخير، وانتوا بصحة وبسلام. اخلصهم بقى التلاتة كده.
زي ما أنتِ شايفة كده إحنا خلّصنا ال3 عُلّقات بتاعتي أو ال3 اللي هنعمل بيها الدلاية بتاعتي. هابتدي بقى إن أنا أمسكهم في بعض إزاي، هاجيب الشريطة ديّة اللي إحنا لزقنا بيها، وهابتدي إن أنا ألزق قطعة كده، وأسيب مسافة زي ما أنتِ شايفة كده زي 4 سنتي في النُص كده أو 3 سنتي، نفس المسافة دي كده بالضبط. هي تقريبًا الحتّة دي 5 ل7 سنتي كده، الحتّة اللي إحنا قصيناها دي كلّها. وبنفس الحكاية اليمة التانية برضه هتبقى برضه نفس المقاس كده بالضبط. واحاول وأنا بالزق إن أنا أخلّي الدايرة بتاعتي ماشية على شكل واحد، يعني لو الرسومات بتاعتي فيها شكل منتظم كده، فدي برضه بُصّي الشكل بتاعها نفس الشكل اللي فوق يعني قريبة من الشكل اللي تحت، عشان يبقى الشكل النهائي معايا مضبوط. أنا عملتها من يمة وهاثبّتها برضه من اليمة التانية عشان تبقى ثابتة معايا أكتر وشكلها حلو. كده بقى أنا ثبّتها خلاص من اليمّتين زي ما أنتم شايفين، وهابتدي بس أعمل لها إيه، حتّة كده من الشريطة بتاعتي دي، ألزقها فوق كده حتّة صغيّرة بتاع 10، 15 سنتي بس كده، علشان خاطر أعلّق منها في أي حاجة بقى، أنتِ هتبتدي إن أنتِ تحطّيها على الحيطة، حُطّي بقى لزقة double face أي حاجة، وابتدي إن أنتِ الزقيها فيها علّقيها فيها، جميلة جدًا وهتبقى حلوة أوي، أوي. كده بقى ثبّتنا بقى العُليقة أهيّة وهنثبّتها كمان كويس بالشمع. بُصّي العُليقة بتاعتنا شكلها عامل إزاي، كمان لمّا علّقناها شكلها حلو أوي، أوي، تقدري تعلّقيها على الحيطة، ورا الباب، في أي مكان، شكلها جميل وما حدّش هيصدّق إن أنتِ اللي عاملاها بإيدِك كمان، ومن غُطيان وحتّة قماشة خيامية صغيّرة كده. دي بقى الألوان اللي أنا قُلت لِك عليها، شوفي من اليمة من الضهر لونها أحمر ماشي، ومن اليمة التانية لونها أزرق. فهي بُصّي أهي، بُصّي هي متقفّلة من قدّام زي من ورا، شكلها حلو جدًا، ما خدتش معانا أي وقت، وما خدتش معايا أي تكلفة. يا رب تعجبِك وتقولي لي رأيِك في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله.